اللهم لك الحمد وبك الاستعان ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين وإمام الأنبياء، وعلى خلفائه الراشدين الهادين المهديين، وعلى آله وصحبه وسلم وبارك يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأطل عليكم في سلسلة جديدة مباركة إن شاء الله، بعد سلاسلنا السابقة، سلسلة السيرة الخالدة، وسلسلة تاريخ الأندلس، وسلسلة قصص الأنبياء. أطل عليكم اليوم بإطلالة جديدة مشرقة مباركة إن شاء الله بإشراق أصحابها، سلسلة تنقلنا إلى القمم وتعلو بنا نحو نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم. القدوات في تاريخ الأمم من أهم المؤثرات في إعداد أفرادها. الأجيال المثالية التي تقوم بها الأمم القوية الفتية تصنع من خلال قدوات عالية، نجوم يهتدي الناس بهداها. وأعظم هذه النجوم، بل هو الشمس والقمر والنور في الأرض بنور الله عز وجل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عندما يتأمل المسلم في تاريخ الأمة الإسلامية العريق، يجد أن الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام والعشر المبشرون بالجنة، هم خير قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الأبرار يمثلون الشعلة المتوهجة التي تنير للأمة حياتها إلى أن يرث الله تعالى الأرض. كانوا بأقوالهم وبأفعالهم وبمواقفهم كواكب نيرة يستضاء بها في الظلمات. هم المثل الذي يشرح لنا كيف ونحن في ضعفنا هذا الذي تعيش فيه أمة الإسلام، كيف استطاع هؤلاء الصحب الكرام، كيف استطاعوا أن ينهضوا من غمرات الجاهلية ومن أوحال الشرك ليرتقوا فيصبحوا نجوما على مدى الزمان يقتدي بهم الناس. ولله در القائل: فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا. يكفيهم فخرا ذكر الله تعالى لهم في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قوم خلد الله تعالى ذكرهم في كتابه الكريم وبين رضاهم عنه في آيات كريمات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتصفوا بكل صفات الخير: صدق وإخلاص ويقين ومحبة وخضوع وخشوع، تعبد وذكر لله عز وجل، انفاق في سبيل الله، جهاد تمثلت فيه الرحمة بالمؤمنين والغلظة والشدة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
هؤلاء السابقين الأولين الذين آمنوا قبل فتح مكة، يقول الله تعالى عنهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مهما قدم المتأخرون من الأمة من أعمال جليلة لن يصلوا إلى الدرجة التي وصل إليها الأولون. يروي الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. المد هو ملء الكفين بالطعام. لو واحد منا أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله، أنفقه وتصدق به، الأجر الذي يحصل عليه لن يكون كالأجر الذي يحصل عليه واحد من الصحابة بإنفاق نصف كف من الطعام. ذلك فضل الله عز وجل. قد يقول إنسان: كيف هذا؟ فيه عدم إنصاف. بل هو الإنصاف. قوم آمنوا عندما كفر الناس، وثبتوا عندما اهتز الناس. قوم قدموا للدعوة وللجهاد في سبيل الله ما لم يقدم أحد منا. قوم ثبتوا أمام الشرك والكفر ولم يكن لهم أنصار، كان يتخطفهم الناس من حولهم من كل مكان. قوم جاءوا مع بداية الدعوة، غير الذين يأتون وقد استقر الإسلام وظهر وصارت له كتب وحجج وأدلة وبراهين وانتشر بين الناس وصار التمسك به سهلا. جهد المقل منهم واليسير من النفقة، ما كانوا فيه من شدة العيش، أفضل عند الله من الكثير الذي ينفقه من بعدهم. هم خير القرون، جاءوا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه السلسلة المباركة سلسلة مع هؤلاء النجوم، نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب اختياري لهذه السلسلة أن كل الأمم تحاول أن تفتخر بأبطالها. وأذكر لما كنت أعيش في أمريكا وألف في نواحيها أتعجب، ليس عندهم أبطال، ليس عندهم بارزون، يحاولون أن يخلقوا أبطالا من لا شيء وأسطورة من مجرمين. حتى أذكر أني لما كنت أزور في إحدى الولايات الوسطى وإذ بمتحف كامل، ومتحف لمن؟ وإذ بمتحف للص قاطع طريق، عملوا له متحف وخلدوا ذكرى وجعلوا له الآثار والذكريات والبندقية التي كان يحملها والسرج الذي كان يركب عليه والملابس اللي كان يحمل، كل شيء خلدوه له. هذا قصة المجرم الفلاني. أمة تبحث عن أسماء تلمعها، وأمتنا وللأسف يراد لها المسخ، يراد لها الضياع. نرى شباب المسلم اليوم لو حدثتهم ببعض الأسماء سيعرفونها. حدثهم عن نابليون بونابرت أو هتلر وأمثال هؤلاء يحفظون هذه الأسماء. حدثهم عن مايكل جاكسون وأمثال هؤلاء يحفظونها. حدث بنات المسلمين اليوم عن مادونا وأمثالها يحدثونك بكل تفاصيلها. واسألهم عن القعقاع بن عمرو وأم سليم بنت ملحان ونسيبة بنت كعب. حدثهم واسألهم عن سيرة سعد بن أبي وقاص. اسألهم عن حفصة. اسألهم عن هذه النجوم اللامعة. اسألهم عن هذه الأسماء التي خلدها الله تعالى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة مخزية لا يصبر عليها مسلم، لا تبلغها أمة إلا إذا
بلغت حافة القبر الذي تدفن فيه مجدها وتاريخها وحياتها. أمة عمت الكون بالنور وكانت مصباح الضياء، أرشدت العالم التائه إلى نور العلم وأنقذته من ظلام الجهل. قد يقول قائل: أنت تتغنى بالأمجاد، وأنا أقول: نعم، هذه الأمجاد هي الحياة التي تحيي القلوب، لأننا عندما نفقد الأمل نمسخ وننتهي كأمة، لكن عندما نضرب الأمثال لشبابنا وشاباتنا بهذه الأمثال العظيمة من قوم كانوا يعيشون حياة الفقر ويأكلون الحشرات ويعيشون في جاهلية ويعبدون الحجارة، كيف استطاع الإسلام أن ينهض بهم ليصبحوا مشعل الزمان ونور العلم وينقذوا البشرية من ظلام الجهل والشرك ويجعلونها تقود البشر. الإسلام هو الذي فعل ذلك، والإسلام ما زال بين أيدينا قائم صالح لكل زمان ومكان. كل ما نحتاج لننهض من جديد وننطلق من جديد أن نصنع كما صنعوا فنكون نجوما كما كان. وأبدأ هذه السلسلة بخير الناس بعد الأنبياء، أبدأ هذه السلسلة المباركة بحياة رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض، يعني ما داس الأرض، ما في أحد لمست رجله الأرض، ما وطئ الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الخليفة الراشد الأول، أول الرجال إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تاريخه امتداد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي التسلسل المنطقي بأن نبدأ بسيرة أول الخلفاء الراشدين لنرى الأحداث العظام التي جرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأمة لينهض بها بعد الردة. نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبالتربية الإسلامية النبوية الشريفة إلى قوم يغضبون لله، يرضون لله، يصمتون لله، ينطقون لله. نزع الأهواء من نفوسهم، نزع الشهوات منها، فصارت شهواتهم في أيديهم يتحكمون بها، وأنار عقولهم. قوم عاشوا بالدين، دستورهم وقانونهم القرآن الكريم وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. قوم فتحوا الأرض، وما انتهى هذا الجيل، جيل النجوم التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد افتتح 3/4 العالم المعروف في ذلك الوقت. لم يمنعهم الزهد والعبادة من أن يكونوا أبطال الحروب وسادة الدنيا. لم يفتنهم ما نالوا من مجد، ما بلغوا من جاه، ما فتنهم عن دينهم وتقواهم. قوم نشروا العدل وعاشوا به، حتى إن رجلا عظيما كعمر بن الخطاب رضي الله عنه عين قاضيا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء بعد سنة من تعيينه قاضيا يعتذر عن هذا المنصب، فيسأله أبو بكر: لماذا تستقيل من هذا المنصب؟ فيقول له: سنة وأنا في هذا المنصب ما جاءني 2 يشتكيان، ما في أحد يشتكي على أحد. هكذا كان يحب لأحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، يسعى ليسلم الناس من لسانه ويده. إذا مرض أحدهم عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا أحسن شكروه، وإذا ظلم نصروه، وإذا ظلم ردعوه. دينهم نصيحة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. قوم هذه حياتهم، كيف يحتاجون قاضيا؟ قارنوا
هذا بالمحاكم المزدحمة اليوم وكيف يعيش الناس. كانوا لا يختصمون إلا على المكارم والمحاسن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد امرأة عجوز كانت في أنحاء المدينة، يجيئها بالليل فيجد أن المرأة قد سبقه إليها إنسان، جاء لها بالطعام وأحسن إليها وسقى لها الماء وأصلح من أمرها. امرأة عجوز ما حد يخدمها، كان كل ليلة عمر الخطاب يأتي ليخدمها فيجد أن في واحد سبقه، في الليلة اللي بعدها يأتي أبكر فيجد أن في واحد سبقه، فقال والله لأرصدن من يأتي هذا، من هذا الذي يأتي قبلي. فجاء في أول الليل وانتظر، فعلا ما أحد سبقه، انتظر يريد أن يعرف من هذا الذي يأتيها كل ليلة، فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يومئذ خليفة المسلمين ويدير الجيوش التي تفتح الأرض، ما شغله ذلك عن امرأة عجوز. الله أكبر، أبو بكر وعمر الأمير والوزير يتنافسان ويتسابقان لبر امرأة عجوز عمياء. الله أكبر. أيمكن أن تلد أمة في التاريخ مثل الذي جاءت به أمة الإسلام؟ حاكم ينزل في ثوب خادم يفتش في الليل عن امرأة عجوز عمياء، أو رجل مقعد، أو أسرة محتاجة، أو إنسان مظلوم ضعيف. هكذا كان شأنه، لا يريدون جزاء ولا شكور، يرجون ثواب الله ولا يريدون ثواب من غير خالق الأكوان. الله أكبر. ضل قوم زعموا أن الإسلام انتشر بالسيف، وأن الإسلام إنما كان فترة واندثر، لم تعد له أمجاد، بل نعم تجلت الأمجاد في فترة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، وظلت الأمة في كل زمان تنجب من يقتدي بهذه القدوات. نور أشرق في نفوسهم فأنار الأرض، وبقي منيرا للأرض على مدى الزمان. عندما قرأت في أخبار عمر رضي الله عنه وأعجبت به أيما إعجاب، وعندما قرأت في أخبار الأبطال كالقعقاع وسعد وأمثالهما أعجبت بهما وبأمثالهما أيما إعجاب. لكن عندما قرأت سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقارنته بهؤلاء العظماء، أقول وبلا تردد أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعظم منهم جميعا، أعظم من عمر الذي كان مشهورا بقوته وشدته في الحق. كان أبو بكر أقوى منه، رغم أن أبا بكر كان ضعيف الجسد رقيق العود، لكن عمر بكل قوته وشدته كان أضعف من أبي بكر. الناس يتخيلون أبا بكر الصديق رجل ضعيف، لكن أين تتبين درجات القوة والضعف؟ تتبين عندما تحدث المباريات بين الاثنين. وقد ذكرت لكم كيف سبق أبو بكر رضي الله عنه عمر في تتبع أحوال الرعية، وتجلت مواقف أبو بكر الصديق في سيرته، تجلت وهو في موقفه الجليل العظيم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم واهتز الناس، ومن بين الذين اهتزوا عمر رضي الله عنه، فقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صعق كما صعق موسى وذهب إلى ربه، وسيعود كما رجع موسى إلى بني إسرائيل. والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه والناس في ضياع وحيرة بين مصدق ومكذب، فجاء أبو بكر الصديق ومعه اليقين ومعه السكينة، فما التفت إلى شيء من ذلك، وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب يماني في بيت عائشة ابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم
وأقبل عليه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا. وقبله مرة أخرى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وغطى الثوب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وعمر ما زال يكلم الناس ويخطب ويهدد ويقول: من قال النبي صلى الله عليه وسلم مات فهو منافق سأقطع عنقه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك يا عمر، فأنصت، هدئ، اصبر، اسمع. فاستمر عمر ما هو ملتفت لأحد من شدة الصدمة. فلما رآه أبو بكر الصديق لا يسمع ولا ينصت، أقبل أبو بكر بنفسه على الناس وصعد المنبر وبدأ يخطب. فلما سمع الناس أبو بكر يتحدث تركوا عمر وأقبلوا عليه، فسكت عمر. فحمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فوقعت على ركبتي، ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله قد مات، وقلت: أهذه الآية في كتاب الله؟ مع أنه يحفظ كتاب الله، لكن من شدة الصدمة التي أصابتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، القاصمة العظمى التي وقعت بانقطاع الوحي أصابته فشلت تفكيره. انظروا في هذا الموقف، ماذا يكون لو لم يأتي أبو بكر في هذه اللحظة الحاسمة؟ ماذا يكون لو ظل عمر في موقفه هذا؟ ماذا يكون من ضياع الناس وتشتتهم؟ رأينا ما حدث في قصص الأنبياء للنصارى بعد موت عيسى، وكيف بعد رفع عيسى إلى السماء، وكيف أنهم انقسموا، فمنهم قال كان الله فينا، وبعضهم قال كان فينا ابن الله، ثم ذهب وقال قوم بل كان رسول الله ما كان إلها. انقسموا بعد موته لأنهم ما وجدوا مثل أبي بكر الصديق الذي يحسم الموقف. ماذا كان سيكون من أمر الدين لو لم يقف أبو بكر الصديق في موقف عظيم شديد اهتز فيه عمر ولم يهتز فيه أبو بكر؟ عندما ارتد الناس فأراد عمر أن يأخذهم باللين، فأصر أبو بكر، فقال له عمر: بمن تقاتلهم؟ قال: أقاتلهم وحدي حتى تنقطع سالفتي، حتى تنقطع رقبتي. ماذا كان سيحدث للدين لو لم يقف أبو بكر الصديق هذا الموقف من الردة؟ لانحرف الناس ولا أصبحنا اليوم بإسلام بلا زكاة. عمر كان عظيما قويا شديدا، لكن القوة تتجلى في المواقف، وفي هذه المواقف تجلت عظمة أبي بكر الصديق. رجل تسلم الأمر، وليس في جزيرة العرب من ثبت على الإسلام إلا قريتان، وانتقض العرب وصاروا أعداء، ثم سلمه خلال 2 لخليفته، وقد ثبت الإسلام واستقر وبسط أمره على جزيرة العرب، وضرب خيامه في قلب فارس والروم تخفق فوقهما راية الإسلام الظافرة. سبحان الله، في 2 يقلب الأمر بهذه القدرة العجيبة والتوفيق الإلهي، ينقلب من
أمر ضعف وانتقاص وشدة وخوف في سنتين يثبت الجزيرة وينطلق لفتح أعظم دولتين في الأرض، الفرس والروم. ونبدأ الحديث مع نجمنا الأول أبي بكر الصديق. ولد رضي الله عنه في 2.5 بعد عام الفيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه ب2 تقريبا. اسمه عبد الله، ولقب بعتيق وبالصديق، وكنيته أبو بكر. جمهور أهل النسب على أن اسمه الأصلي عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه به ويسميه كذلك أبو بكر. وبعض الناس ظنوا أن اسمه عتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت عتيق الله من النار، وهذا لقب له وليس اسما له. ومما يؤيد أن اسمه عبد الله الكتاب الذي كتبه أبو بكر حين كتب: من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يقرأ كتابه. وقيل أن معنى العتيق الجميل من العتاقة أي الجمال. يقول ابن قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بعتيق لجمال وجهه. وقيل وهو الأرجح أنه من العتق، لأن أمه لم يكن يعيش لها ولد. أبو بكر الصديق كان أولادها يموتون، فلما ولدته ذهبت به إلى الكعبة، هذا طبعا قبل الإسلام، وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من النار فهبه لي، يعني خلى يعيش، فعاش فسمي عتيقا. اسمه عبد الله ولقبه عتيق. وأيضا عتيق تطلق على القديم، كلها معاني للعتيق. ولماذا ما علاقة القديم بالموضوع؟ القديم إذا كان من الجودة بمكان يسمى معتق عتيق، فلما بلغ من جودة معدنه وأخلاقه سمته العرب عتيقا. كل هذه أسباب ذكرت وكلها تحمل معاني جميلة لماذا سمي العتيق. وكنيته أبو بكر، والبكر هو الفتى من الإبل، الشاب من الإبل. هكذا كان فضله ومكانته. وسمي الصديق واشتهر بهذا الاسم أبو بكر الصديق. الصديق ما هو اسم وإنما لقب، وقد لقب به كما ذكرت لكم في السيرة الخالدة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته في الإسراء والمعراج وبدأ يحدث الناس ما حدث له، كيف ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء، فجاء رجال مشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ ما سمعت يعني صاحبك هذا شو يقول؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. يعني تصدق هذا صاحبة محمد يقول للناس أن ليلة راح بيت المقدس ورجع؟ فقال أبو بكر: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح الصباح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتي في صباح أو في مساء. ثم انتهى، ذهب فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: يا رسول الله، ذهبت البارحة إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: صفه لنا. فرفع بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصفه. أبو بكر شاف بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم في غير الإسراء لم يرى بيت المقدس، فكل ما قال فيه كذا يقول أبو بكر صدق، فكل ما قال كذا قال صدق صدق صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكنت يا أبا بكر الصديق. فمن هنا سمي الصديق. يقول أبو محجن الثقفي: وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سعيت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العرش المشهر. مدحه الكثيرون، لكن أعظم ما جاء به مدح الله سبحانه وتعالى له. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق.
وثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر له في حديث عظيم يرويه البخاري وغيره، لما اهتز جبل أحد وعليه أبو بكر وعمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال الله تعالى عنه أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهذا من أعظم الفضل لأبي بكر، فثبت الله سبحانه وتعالى أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الله سبحانه وتعالى معه. إذن هو عبد الله، ويسمى العتيق أو عتيق، ويسمى الصديق. عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبو قحافة عثمان. إذن اسم أبو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة، فهو من كنانة وهو من فهر وهي قريش، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنسب طويل. أمه أم الخير سلمى ابنة صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، فهي ابنة عم أبيه، ويلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند مرة ابن كعب. بينه وبين مرة 6 آباء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان والد أبو بكر الصديق عثمان بن عامر، أمه آمنة بنت عبد العزى. عن أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها قالت: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله، أخذ كل أمواله عشان ينفقها على الإسلام، 5000 درهم أو 6000 خرج بها. تقول أسماء: ودخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، كان أعمى، وقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، يعني ترككم خلاكم وراه ما أعانكم بنفسه، وأخذ أيضا الأموال فجعكم بها، ما ترك لكم أموال. فقالت: قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في مكان في البيت وغطيتها في المكان الذي كان يضع فيه أمواله، ثم أخذت بيد جدي الأعمى وقلت: ضع يدك على هذا. يقول: فوضع يده عليه، ظنه المال وهي حجارة. قال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا كفاية. تقول سيدة أسماء رضي الله عنها: والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ، يعني أهدئ جدي. كل أموال أبو بكر الصديق أخذها في سبيل الله. أبوه أبو قحافة أسلم يوم فتح مكة، وجاء به أبو بكر الصديق يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلن الشهادة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ فقال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي قحافة وقال: أسلم. فأسلم أبو قحافة. هكذا أسلم أبو بكر وأسلم أبوه أبو قحافة. يقولون أن أبو بكر الصديق قال: أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلامه، أبتغي بذلك قرة عينيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني لو أسلم أبو طالب كنت أفرح بإسلامه أكثر من إسلام أبي.
من حبك يا رسول الله. وقال لابنه أبي بكر حين بدأ ينفق أمواله على اعتاق الضعاف من المسلمين، تحرير العبيد، قال يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا تحرر الضعفاء، لو أنك إذ فعلت ما فعلت، يعني إذا بتطلق اطلق ناس أقوياء، رجال قوياء يمنعونك ويقومون دونك، يعني يساعدونك ويحمونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبتي إني أريد ما عند الله. فأنزل الله عز وجل في أبي بكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما مات أبو بكر الصديق مات قبل أن يموت أبوه. يقول سعيد بن المسيب لما ارتجت مكة برجة فقال أبو قحافة ما هذا؟ قالوا الخبر وصل بوفاة ابنك. قال رزق جليل، أمر عظيم، فمن ولي الأمر بعده؟ قالوا عمر. قال صاحبه، وورث أبو قحافة من مال أبي بكر ورد الأموال التي ورثها على ذرية أبي بكر. وما عاش أبو قحافة بعد ابنه أبي بكر إلا 6 أشهر، مات في محرم سنة 14 هجرية وعمره 97 سنة رحمه الله تعالى. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر من أوائل من أسلم مع ابنها، مع إسلام أبو بكر الصديق أسلمت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقيل أنها توفيت قبل أبي قحافة. فأمه أسلمت وأبوه أسلم وأولاده أسلموا وأحفاده أسلموا، ولم يجتمع هذا لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولأبي بكر الصديق من الأولاد عبد الله وأسماء ذات النطاقين رضي الله عنهما، وأمهما زوجة أبي بكر تسمى قتيلة بنت عبد العزى ابن عبد أسد. وله كذلك عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما، وأمهما هي أم رومان بنت عامر بن عويمر التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وله من الأولاد كذلك محمد ابن أبي بكر الصديق، وأمه هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وله كذلك أم كلثوم، وأمها أم حبيبة بنت خارجة ابن زيد. أما عبد الله ابن أبي بكر فمات شهيدا يوم الطائف رضي الله عنه، وكان هو الذي يأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر في الهجرة يأتيهما بالأخبار وهما في غار ثور. وأما أسماء بنت أبي بكر فقد تزوجها الزبير بن العوام وأنجبت له علم من أعلام الإسلام العظام عبد الله بن الزبير والمنذر وعروة، وكانت مع ابنها عبد الله إلى أن قتل وعاشت 100 سنة رضي الله عنها. وأما عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فأسلم قبيل فتح مكة، تأخر في إسلامه، وكان أكبر أولاد الصديق، وقاتل ضد أبي بكر في يوم بدر، وعرف بالشجاعة والرماية، وتوفي رضي الله عنه سنة 53 هجرية ودفن بمكة. وأما عائشة بنت أبي بكر فهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت 63 سنة وعدة أشهر، وتوفيت سنة 57 هجرية. وأما محمد ابن أبي بكر فقتل بمصر. وأما أم كلثوم فتزوجها طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، وما كانت صحابية لأنها ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسرة كريمة هي أسرة نجمنا الأول أبي بكر الصديق. وحتى نعيش مع هذا النجم دعوني أصف لكم شكل أبي بكر الصديق. يصفونه بأنه كان رجلا نحيفا شديد النحافة، خفيف اللحم جدا، أبيض، وكانت له لحية يخضبها بالحناء فتبدو كأنها حمراء. وكان من شدة نحافته رضي الله عنه
أنه عيناه غائرتان، عينه كأنها داخل، وكان حسن القامة، ما هو طويل لكن أيضا ما هو وسط وإنما أقرب إلى الطول، وكان رقيقا معروق الوجه، يعني قليل اللحم في الوجه، أقنى. الأنف الأقنى هو الذي مرتفع في الوسط ودقيق عند الطرف، يسمونه الأنف العربي. حمش الساقين، يعني دقيق الساقين، ممحوص الفخذين، يعني قليل اللحم جدا في الفخذين، ناتئ الجبهة، جبهته بارزة، عاري الأشاجع، يعني مفاصل الأصابع، أصابع نحيفة ليس عليها لحم. إذا نحن نتكلم عن رجل نحيف جدا جدا، وكل ما فيه وكل ما هذه الصفات تشير إلى شدة نحافته، لكنه رغم نحافته الشديدة هذه إلا أنه عظيم من عظماء الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كان من أنسب قريش لقريش، من أعلم الناس بالأنساب، وكانوا إذا اختلفوا في النسب رجعوا إليه. وكان قبل الإسلام تاجرا معروف بالتجارة ومعروف بالأخلاق، وكان أهل قريش يأتونه ويجتمعون معه لعلمه وتجارته وحسن مجالسه، وكان من أهل الشورى في قريش محببا بينهم، وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصديقا له في الجاهلية، وكان معه حين ذهب مع عمه إلى الشام واجتمع ببحيرة الراهب في قصة شهيرة ذكرتها لكم في السيرة. وكان مؤتمنا على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية. ومن صفاته العجيبة أنه لم يشرب الخمر. تقول عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر في الجاهلية فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. ذلك سبب في ذلك أنه وهو شاب مر برجل سكران يضع يده على الأوساق ويجعلها في فمه، فلما رأى كيف تفعل الخمر بالإنسان حرمها على نفسه. وكانت له أموال عظيمة أنفقها في نصرة الإسلام. وكان من أهل المروءة. يروي الزبير بن بكار أن رجلا دعا أبا بكر الصديق في الجاهلية إلى حاجة له، ففي الطريق مروا بطريق غير التي أشار إليها الرجل، فقال: أين تذهب؟ فقال: في هذه الطريق ناس أستحي أن نمر عليهم. قال: تدعوني إلى طريق تستحي منها؟ ما أنا بالذي أصاحبك. يعني أكيد مسوي شيء، ما صاحب إنسان يكون سارق من ناس ولا مؤذي ناس. وكان رضي الله عنه ما سجد للأصنام منذ بلغ. يقول عن نفسه، يقول: لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة، يعني أبوه، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي. يقول: وخلاني وذهب، قال يعني اقعد هنا تعبد للآلهة. يقول: فجئت للصنم فقلت: أنا جائع أطعمني، فلم يجبني. يقول: ما كان علي إلا ثوب صغير، فقلت: أنا عار فاكسني، فلم يجبني. يقول: فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه، سقط على وجهه. قلت: أسجد لهذا؟ لا والله. فما كان يعبد الأصنام، وظل بدون دين إلى أن جاء الإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. أول سماعه بالدين في قصة عجيبة. يقول، يروي هذه القصة عن نفسه، يقول: كنت جالس قرب الكعبة، وكان جالس زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل حدثتكم به، كان موحدا على التوحيد قبل الإسلام، هداه الله سبحانه وتعالى لعبادة الله الواحد قبل الإسلام، كان يبحث عن الدين الحق وأرشد إلى دين إبراهيم عليه السلام، فكان موحدا لم يعبد الأصنام. يقول أبو بكر: كنت جالس عند الكعبة وجالس قربي زيد بن عمرو بن نفيل، فمر به أمية
ابن أبي الصلت. أمية شاعر من شعراء الجاهلية حكيم. فقال أمية لزيد: يا باغي الخير كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: هل وجدت؟ قال: لا، ولم آل من طلب. يعني وجدت الحق، عرفت دين الحق، كان يعرف التوحيد بس ما يعرف كيف يصلي ما يعرف. قال: لا. فقال: كل دين، هذا أمية ينشد، قال: كل دين يوم القيامة إلا ما قضى الله والحنيفة بور. يعني دينك هذا دين التوحيد حق. قال: أما إن هذا الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين، يعني في نبي سيأتي يا يكون منا يا يكون منكم يا من أهل فلسطين. أمية أيضا كان من أهل التوحيد على الحق، لكن ما أسلم لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فمات عليه. سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم فمات على الكفر. لكن زيد بن عمرو مات قبل الرسالة فمات على التوحيد. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لم أكن سمعت قبل ذلك بنبي يبعث أو ينتظر. يقول أبو بكر: فخرجت أريد ورقة بن نوفل، وكان كثير النظر في السماء، كثير همهمة الصدر، دائما يقرأ، وورقة كان على النصرانية. يقول: فاستوقفته فقصصت عليه قصة زيد بن عمرو مع أمية، فقال: نعم يا ابن أخي، لكن أبى أهل الكتاب والعلماء، يعني هؤلاء ما هم راضين ينشروا هذا الخبر، خايفين ماذا سيحدث، إلا أن هذا النبي المنتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له: لا ظلم ولا تظالم. يقول أبو بكر في قصة أخرى، يقول: خرجت أريد اليمن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت على شيخ من الأزد من أهل اليمن، عالم قد قرأ الكتب وعلم علما كثيرا، فلما رآني قال: أحرمي أنت؟ قلت: نعم، أنا من أهل الحرم. قال: وقرشي؟ قلت: نعم، أنا من قريش. قال: وتيمي؟ قلت: نعم، أنا عبد الله بن عثمان من تيم بن مرة. فأخبره هذا العالم اليمني أنه سيكون نبي، وكان تاجرا يتاجر ويذهب إلى الشام، فرأى رؤيا، فمر على بحيرة الراهب فأخبره بالرؤيا. قال: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ يعني من أهل مكة. من أي أهل مكة أنت؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال: تاجر. قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك. فأسر أبو بكر ذلك في نفسه. كلها مع روايات ليست بالصحيحة صحة كاملة، لكن التاريخ لا يدقق فيه كما يدقق في الحديث، لكن كلها إشارات تشير إلى أن أبو بكر الصديق كان ينتظر مجيء هذا النبي، وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عظيم كان أبو بكر رضي الله عنه جالسا، فجاءه قوم وقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك، الحق صاحبك. قال: ما شأنه؟ قالوا: هو ذلك في المسجد، يعني عند الكعبة، يدعو إلى عبادة إله واحد ويزعم أنه نبي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وقال ذلك؟ قالوا: نعم. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق عليه الباب فاستخرجه. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: يا أبا القاسم، ما الذي بلغني عنك؟ ايش الخبر اللي سمعت عنه؟ قال: وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني أنك تدعو إلى توحيد الله وزعمت أنك رسول الله. قال: نعم يا أبا بكر، إن ربي جعلني بشيرا ونذيرا، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولة عظيمة، قال: والله ما جربت عليك كذبا، عاشرتك هالسنين ما عمري سمعتك تكذب، وإنك لخليق بالرسالة، تستحق الرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك، مد يدك فإني مبايعك. يا الله،
بلا نقاش، بلا تردد، بلا طلب للدليل والبرهان ولا المعجزات، وإنما تصديق فوري. وصدق من سماه الصديق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا من الرجال إلى الإسلام إلا كانت منه عنده كبوة أو نظر أو تردد إلا ما كان من أبي بكر، ما تلبث عنه حين ذكرته له وما تردد فيه، رضي الله عنه أبدا بلا تردد، أسلم وبلا نقاش. أول من أسلم على الإطلاق هو خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم من الصبيان وكان يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وأول من أسلم من الموالي، المولى هو العبد الذي تحرر، أول من أسلم من الموالي زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن الذين أسلموا هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة زوجته وعلي رضي الله عنه الذي كان يتربى في بيته، وزيد الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى زيد بن محمد قبل أن يحرم التبني. إذن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم في قصة طويلة أن عمرو بن عبسة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لما عرض عليه الإسلام، قال: من معك في هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ما معي إلا حر وعبد، يعني من الرجال. وكان علي رضي الله عنه يقول إذا ذكر عنده أبو بكر: السباق والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. أول من أسلم من الناس هو فعلا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وأول ذكر أسلم هو علي بن أبي طالب، لكنه كان صبي لم يبلغ. وأول رجل عربي بالغ أسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهؤلاء هم أول المسلمين. ولما أسلم أبو بكر الصديق أظهر الإسلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، ما كان إسلامه خفي، رغم أنه بدأت قريش لما بدأ الإسلام يظهر بدأت تعذب من يظهر إسلامه، وبدأت تعذب العبيد الذين أسلموا. بدأ ينشر الإسلام، فكان يذهب إلى أصحابه ويذهب إلى من يثق به ويثقون به فيجلس إليهم، فبدأ يدعو إلى الإسلام. واسمعوا أسماء بعض من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة من 10 المبشرين بالجنة. وأسلم على يد أبي بكر الصديق الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي الصحابي الشجاع ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم من 10 المبشرين بالجنة ومن 6 أصحاب الشورى، أول من سل سيفا في الإسلام. وأسلم على يد أبي بكر الصديق عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي من أكابر الصحابة من 10 المبشرين بالجنة من أهل بدر. وأسلم على يد أبي بكر الصديق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاتح العراق وأول من رمى بسهم في الإسلام وأحد 10 المبشرين بالجنة من أهل بدر من 6 أصحاب الشورى. وأسلم على يد أبي بكر الصديق طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان التيمي القرشي الذي كان يسمى طلحة الجواد، أحد 10 المبشرين بالجنة من أهل أحد ومن أهل الخندق ومن الذين بايعوا على الموت. هؤلاء 8 هم الذين سبقوا للإسلام: أبو بكر وعلي وزيد وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله
أول 10 رجال أسلموا. يا الله، نجد من هؤلاء 10 5 أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأي داعية هذا الذي استطاع أن يهدي هؤلاء ويرشدهم إلى الحق. يا الله، يا لها من مكانة عظيمة لأبي بكر الصديق. يقول عثمان رضي الله عنه: كنت بفناء الكعبة، جالس عند الكعبة، فقيل أنكح محمد عتبة ابنته رقية. محمد رسول صلى الله عليه وسلم زوج عتبة من ابنته رقية. يقول: فدخلتني حسرة على ألا أكون سبقت إليها، كنت أتمنى أن أنا أتزوجها. فانصرفت إلى منزلي فوجدت خالتي سعدة بنت كريز، فأخبرتني أن الله أرسل محمدا، وكان لي مجلس من الصديق فأصبته فيه وحده. يقول: فسألني عن تفكيري، شافني مهموم، فأخبرته بما سمعت من خالتي. يقول: فما كان أسرع من أن مر صلى الله عليه وسلم ومعه علي يحمل له ثوبا، فقام أبو بكر فساره، يعني قال له كلام بالسر، فقعد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله اجلس، هذا عثمان مستعد يسلم. فأقبل عليه فقال: أجب إلى الله، إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقك. يقول: فوالله ما تمالكت نفسي حين سمعته أن أسلم، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية. لما طلقها عتبة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نبي طلقها، يقول: فتزوجتها. أما الزبير بن العوام فكان عمره 12 سنة وأسلم على يد أبي بكر الصديق، فكان عم الزبير يعذبه، يجعله في الدخان، دخان النار، يقول له: ارجع عن دينك، فيقول: لا أكفر أبدا. وهكذا كان إسلامهم وهم في البداية مع هذا الثبات. فضل أبو بكر الصديق على كل هؤلاء لأنه هداهم إلى الإسلام، وبنى في بيته مسجدا، يعني حط علامات، قال هذا مسجد للصلاة، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، وكان الناس يسمعونه من خارج البيت فيجلسون إليه يستمعون يتعجبون من قراءته ومن صلاته ومن بكائه. وكان هذا سببا في دخول الإسلام قلوب كثير من الناس. وكان من فضله رضي الله عنه وأرضاه دفاعه العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. يقول علي رضي الله عنه: لما كان بعد وفاة أبي ب3 أيام، 3 أيام بعد وفاة أبي طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه: اجتمعت قريش تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنه يومئذ إلا أبو بكر، وله يومئذ ضفيرتان، شعر طويل يسوي ضفاير، فأقبل يدفعهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم والله إنه لرسول الله. يقول علي: وتقطعت في ذلك اليوم 1 ضفيرتي أبي بكر، من شدة الدفاع يدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع شعره. وقال علي رضي الله عنه يوما لأصحابه: ناشدتكم الله، أي الرجلين خير، مؤمن آل فرعون أو أبو بكر؟ فاحتار الناس وأمسكوا، فقال علي: والله ليوم واحد من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه، وهذا بذل لله نفسه ودمه. ومن مواقفه العجيبة ما ترويه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لما سألوها: ما أشد ما رأيت المشركين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فروت لهم هذه القصة. كان المشركون قعودا في المسجد الحرام، فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه لآلهتهم، فبينما هم كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقاموا إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، أي واحد يسأل سؤال يقول الصدق. فقالوا: ألست تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ فيقول: بلى. قالت: فتشبتوا به بأجمعهم، بدأوا يمسكون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يضربوه،
فواحد من اللي شاهدوا المشهد فورا ذهب إلى أبي بكر الصديق: ادرك صاحبك. فخرج أبو بكر في تفصيل للقصة التي قلناها على لسان علي بن أبي طالب، فيقول: فجاء والناس مجتمعون عليه فقال: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فبدأ هجم عليهم يدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهجموا على أبي بكر يضربونه وانشغلوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء: فرجع إلينا وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والدم قد ملأ وجهه وقفاه من شدة الدم، ما نعرف وجهه من ظهره من كثرة الدم الذي عليه. ويروي عمرو بن العاص يقول: اجتمعت يوما قريش في الحجر، حجر إسماعيل اللي قرب الكعبة، يقول: وأنا معهم أسمع ما يقولون. فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل ما بلغ هذا الرجل منا قط، يسب آلهتنا، يسفه أحلامنا، يفرق جمعنا، يشتت أمرنا، يعيب ديننا، يسفه أحلامنا، لا ندري على ماذا ندعه، كيف نحن ساكتين عنه. فبينما هم كذلك إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، فلما وصل الركن مر عليهم فغمزوه بعض الكلام، يعني بدأوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص: فعرفتها والله في وجهه، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكمل الطواف. لما مر عليهم في مرة ثانية بدأوا يشتمونه يسبونه، النبي صلى الله عليه وسلم حليم ما رد عليهم، لكن وجهه تغير. فلما مر مرة ثالثة سبوه سب شديد. غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. هذا تفصيل ليش أرادوا أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخاف القوم، تهديد بالذبح. يقول عمرو: فأطرق والله القوم حتى ما فيهم رجل إلا وكأن على رأسه الطير. فبدأوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا أبا القاسم ما كنت جهولا، ما في داعي الكلام هذا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم التالي اجتمعوا قالوا: كيف احنا نسكت عنه، وكيف خوفنا بكلمة واحدة جئتكم بالذبح. فهجموا عليه قالوا: أنت اللي تهددنا بالذبح، أنت الذي تقول في آلهتنا كذا، أنت الذي تسبنا. فهجموا عليه، فجاء أبو بكر الصديق فأنقذهم منه. يقول عمرو بن العاص يقول: رجع أبو بكر وقد صدعوا فرق رأسه، شقوا رأسه من فوق وجبدوا لحيته، شدوا من لحيته. هكذا الأذى الذي تحمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي بكر كذلك رضي الله عنه نجومية أخرى تفرد بها وبرز من بين المسلمين بشكل واضح، حيث كان له مال فاستغل هذا المال لأمر عجيب، وهو اعتاق أي تحرير من كان يؤذى من العبيد الذين أسلموا. ومن بين من اعتقهم رضي الله عنه بلال. ولذلك يقول الصحابة الكرام: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق سيدا من سادات الإسلام، أعتق بلالا، أعتق المؤذن الأول في الإسلام، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال رضي الله عنه كان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان مملوكا لدى واحد من كبار المشركين، رجل غليظ عنيف ضد الإسلام، أمية بن خلف لعنه الله. وكان من شأن أمية أن يخرج بلال وقت الظهر، يخرج به إلى خارج مكة ويضعه هناك بدون ملابس على الشمس الحارة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على جسمه ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيرد بلال رضي الله عنه بسر الإسلام العظيم الذي يحول الضعف إلى قوة، يحول الهزيمة إلى نصر، يتضاءل ويختفي أمامه كل جبار. كان يرد ويقول: أحد أحد. وسئل بلال فيما بعد: لماذا كنت تقول أحد أحد؟ فكان يقول: كنت أقول كلمات كثيرة، لا إله إلا الله، فكنت أجد أن أكثر كلمة تزعجهم ويشتدون بالعذاب علي فيها لما أقولها، لما أقول أحد أحد.
لأنها كانت أكثر كلمة تزعج الكفار كنت أستعملها. ومر أبو بكر الصديق في يوم من الأيام رضي الله عنهم أجمعين على بلال وهو يصنع به ذلك، فقال لأمية: ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى؟ فرد عليه أمية وقال: أنت الذي أفسدته، أنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام، عندي عبد أجلد منه وأقوى. أبو بكر عنده عبد قوي لكن مشرك، أعطيكه به، يعني تعطيني بلال وأعطيك بداله هذا العبد. فقال أمية: قبلت. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا. قام بلال الآن سعيد بالتخلص من هذا العذاب، فقال قولة جميلة لأبي بكر: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله عز وجل فدعني. فقال له: بل لله، واعتقه، تركه حرا. فكان من أوائل من أعتق وصار حرا من العبيد المسلمين بلال ابن رباح رضي الله عنه. وكذلك حرر أبو بكر الصديق ذنيرة، وكانت عبدة أمة رومية من الأوروبيين، وكانت مملوكة لدى عمر بن الخطاب، وأسلمت قبل عمر في بداية الإسلام، فكان يضربها ويشتد عليها. كان عمر عنيف قبل أن يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، كان عنيف على المسلمين، فظل يعذب في ذنيرة حتى صارت عمياء. فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، الآلهة أخذت بصرها. فقالت وهي لا تبصر: والله ما هو كذلك، وما يدري اللات والعزى من يعبدهما، هذه آلهتكم ما يدرون من يعبدها، ما تستطيع تأخذ بصر ولا غيره، وربي قادر على أن يرد علي بصري. صباح اليوم التالي قامت ذنيرة فقد رجع إليها بصرها. تحجب الناس، كانت عمياء صارت مبصرة بعد ما قالت هذه القولة: ربي قادر. شوفوا الإيمان لما يستقر في النفوس، ربي قادر يرد لي بصري، وفعلا رجعت. القارن هذا بمن ييأس لما تصيبه مصيبة ولا يصيبه مرض ولا يصيبه أي حادث، ييأس، حتى بعضهم درجة ضعيفة في امتحان ولا غيره، بعد شوف اللي انقلبت الدنيا عليه. كلا، المؤمن يختلف عن هذا. المؤمن الإيمان مستقر بقلبه، ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تهتز. فلما رأت قريش أن ذنيرة رجع إليها بصرها قالوا: هذا من سحر محمد. شوفوا سبحان الله، ولا هم راضين يسلمون، وكل موقف يقلبونه حتى يصد الناس عن الإسلام. فلما رأى أبو بكر ذلك ورأى تعذيب عمر بن الخطاب الشديد لذنيرة قال: أنا أشتريها. واشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحررها. وقالت قريش في ذنيرة لما صارت حرة ومعروف إسلامها، قالوا: لو كان خيرا، لو كان هذا الدين خير ما سبقتنا إليه ذنيرة، لو كان هذا الدين فيه خير فهو أول من يسلم ذنيرة. فأنزل الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله، هذا مقياس لمعرفة الحق والباطل، أن من الذي اتبع الحق، ما هو مقياس. وكذلك حرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة تسمى النهدية، ومعها ابنتها، كلتاهما أسلمتا، وكانتا عبدتين لامرأة من بني عبد الدار، وكانت هذه المرأة تؤذيهما أذى شديدا. مر أبو بكر الصديق والمرأة هذه تحدث النهدية وابنتها، قالت لهما: اذهبا ائتياني بالطحين، والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حلا يا أم فلان، يعني تحللي من قسمك لا تحلفي. فقالت: حلا، أنت الذي أفسدتهما فأعتقهما، أنت سبب تغيير دينهم، أنت اللي حضرهما. فقال: فبكم هما؟ فقالت المرأة: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهم. اشتراهما أبو بكر فورا، ثم قال: هما حرتان، أرجع إليه
إليها طحينها فقالتا أو نفرغ منه يا أبا بكر، يعني نكمل هذه الشغلة اللي بيدنا، شوفوا الأدب وحسن التعامل. قال ذلك إن شئتم، يعني أنتم ما حرتان، تكملون المعروف اللي بيدكم كملوا، لكن شوفوا مع أنها يؤذيهم كانوا يحسنون إليها. هذا خلق الإسلام والتسامح الإسلامي. وحرض أبو بكر الصديق كذلك جارية بني مؤمل، هذا أحد أحياء قريش من بني عدي، وكان عمر بن الخطاب من هذا الحي، وما كان هو اللي يملكها، لكن كان يتطوع لتعذيبها. شوفوا شدة أداء على المسلمين رحمه الله رضي الله عنه، كيف غيره الإسلام. هي عبدة عند واحد من أهله، فيأتي يتطوع يضربها 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 إلى أن يمل، ثم يعتذر يقول والله أنا آسف، مضطر أمشي، ما تركتك إلا مليت ولا ودي أستمر في ضربك. فترد عليه وتقول فعل الله بك، يعني آذاك الله. فلما رأى أبو بكر الصديق هذا العذاب الشديد فاشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحررها. فالإسلام حرر العبيد بطريقته الخاصة، ذلك أنه بدأ بتحرير العبيد جزءا جزءا. وبعض الناس كانوا يسألونني في هذه القضية، ولعلها وقفة ما دام نتحدث عن تحرير الرقيق، عن موقف الإسلام في هذه المسألة. الإسلام قرر أن تحرير العبيد يكون باتخاذ الموقف التالي. في ذلك الوقت كان المصدر الرئيسي للعبودية مصدرين. المصدر الأول للعبودية هو الحروب، ناس يتقاتلون، الأسرى يأخذونهم يعملونهم عبيد. المصدر الثاني للعبودية هو أن ابن العبد أو بنته يصبحوا أيضا عبيد. فجاء الإسلام وتعامل مع هذا الأمر بواقعية. لو أنه في الأمر الأول في أمر الحروب ألغى العبيد لصار الأمر ضد المسلمين بشكل كبير، أعداءهم يهجمون عليهم، يأخذون أسراهم يحولونها عبيد، بينما المسلمين يأخذون أسر الكفار يطعمونهم ويشربونهم. وبعدين فالإسلام قرر أن يتعامل مع الأعداء بالمثل ويستعملهم لمبادلة الأسرى بالأسرى، ولكنه فتح باب عظيم لتحرير حتى عبيد الحرب. ألا ترون أنه في أسرى بدر ماذا فعل الإسلام؟ أي واحد يريد أن يفدي نفسه بمال مقبول، أي واحد ما عنده مال يعلم 10 من المسلمين أيضا مقبول، أي واحد يسلم يتحرر. فتح باب كبير لتحرير العبيد، لكن ما كان يمكن انهاء هذه المسألة بقرار، لأنه سيصبح قرار من طرف واحد كما يقولون، والمسألة متعلقة بالحروب. ثم إن الإسلام قضى على الباب الآخر، أبناء العبيد وأبناء الإماء. أي واحد عنده أمة أو عبد، وإذا مثلا رجل عنده أمة وجاءه منها ولد، هذا الولد ما يصبح عبدا، يصبح حرا. فقضى على باب واسع كبير من أبواب الرق. ثم إن الإسلام فتح باب كبير ثالث ما كان موجودا من قبل، وهو باب الكفارات. بعض الأخطاء، بعض الذنوب التي يقع فيها الإنسان، والله إنسان صدم له واحد ومات بالخطأ، من كفارته تحرير رقبة مؤمنة، بالإضافة للدية تحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة ما لها علاقة بالحادث، مفروض دية وخلاص، هكذا كان الأمر. لكن جاء الإسلام وحث على هذا الأمر من خلال أنه ضمانا لمغفرة الله عز وجل حرر لك رقبة. بدأ عملية تحرير العبيد تتوسع. ثم إن الإسلام أضاف بابا ثالثا رابعا عجيبا، وهو أن تحرير العبيد بحد ذاته بدون كفارة بدون شيء هو بحد ذاته أجر عظيم. فبدأ المسلمون يتوسعون توسعا كبيرا في قضية تحرير العبيد. هذا المنهج الإسلامي الذي أظهره القرآن الكريم في قضية التعامل مع العبيد للقضاء على هذه الظاهرة السيئة. طبعا المسلمون فيما بعد تلاعبوا في هذه الأمور، بدأوا يتوسعون في العبيد وغير هذا، ويشترون ويبيعون، وبدأ الانحراف كما حدث الانحراف في كثير من جوانب الإسلام. بدأ الانحراف لا يقاس عليه، لكن هذا هو الموقف الإسلامي اللي لو استمر بدون انحراف لتحرر جميع العبيد. ومن أوائل بل أول من بدأ هذه السلسلة الطيبة
من هذه الظاهرة الاجتماعية المهمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رغم التكلفة العالية لكل عبد وأمة، إلا أنه كان يشتري العبيد ويحررهم، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. ولذلك لما جاء أبوه قال يا بني أرأك تعتق الضعفاء، على الأقل إذا بتحرر حرر ناس أقوياء عشان يساعدونك. قال أنا ما أحررهم عشان يساعدوني، ما هو هذا هدفي، أنا أحررهم لله. وحرر رضي الله عنه 6 من العبيد بتكلفة عالية جدا، سخر ماله في سبيل الله عز وجل. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، تحرير الرقاب، تحرير العبيد، وهو من فعل أبي بكر المذكور في القرآن الكريم رضي الله عنه وأرضاه. ومن المواقف اللطيفة التي حدثت كذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقف عجيب حدث عندما حدثت معركة في الشام ما بين دولتين عظيمتين، بل أعظم دولتين في الأرض في ذلك الوقت، الروم والفرس. هذا قبل الهجرة، حدث قتال بين الروم والفرس، وانتصر الفرس انتصارا عظيما على الروم، وكسرت شوكة الروم، وفرح الكفار، كفار قريش فرحوا لأن الفرس مثلهم مشركين، وحزن المسلمون لأن الروم أهل كتاب أقرب إليهم من الكفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد هذه الهزيمة التي حدثت للروم القرآن يعطي هذه النبوءة، سيغلبون، سينتصر الروم على الفرس. بعد هذه الهزيمة الشديدة من ينتصر؟ وحدد القرآن لذلك موعدا في بضع سنين. فلما نزلت الآية خرج أبو بكر الصديق إلى مجلس قريش فقال لا تفرحوا بانتصار الفرس على الروم، ولا يقرن الله أعينكم، والله ليظهرن الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا. فقام إليه أبي بن خلف قال كذبت، كيف ينتصر الروم وقد هزموا هذه الهزيمة النكراء؟ كذبت. فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله. هو متأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بذلك، شوف تصديقا للقرآن مع أن كل الدلائل تشير. يعني تتخيل دولة مهزومة هزيمة نكراء تنتصر؟ فتراهن، هذا قبل تحريم الرهان. فقال أبي بن خلف لأبي بكر أراهنك على 10 من القلائص الإبل، 10 قلائص مني و10 قلائص منك، إذا لم ينتصر الروم على الفرس خلال 3 سنوات أخذ منك 10 من الإبل. فوافق أبو بكر الصديق. فذهب أبو بكر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له مع أبي بن خلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا ذكرت، أنا ما أخبرتك إن 3 سنوات، البضع، الله سبحانه وتعالى قال في بضع سنين. البضع عند اللغة العرب إذا قيل بضع سنين، كلمة بضع ما بين 3 إلى 9 سنوات. ارجع إلى أبي فزايده في الخطر، يعني زيد عليه في عدد الإبل ومد المدة. فرجع أبو بكر قال شفت الرهان اللي بيننا؟ قال ندمت؟ قال لا، تعال أزايدك في الخطر، أنا متأكد أن هذا يحدث، أبي أزيد الرهان لكن زيد المدة. فقال نعم. فاتفقا على جعل المدة 9 سنين ورفع الرهان إلى 100 بعير. 100 بعير ثروة عظيمة. وفعلا اتفقا على ذلك. لما خشي أبي بن خلف أن أبو بكر يترك مكة ويهاجر، جاء وقال لا أنا خايف تترك مكة، اجعل لي كفيل، هذا كلام بيني وبينك رهان. قال كفيلي ابني، وفعلا كفله. فمات أبي بن خلف، قتل في أحد، فظل ورثته متفقين على هذا الرهان. فلما انتصر وظهرت المعجزة والنبوءة الإسلامية وانتصر الروم على الفرس خلال 9 سنين، حدث هذا بعد 7 سنين من هذا الرهان، جاء أبو بكر وأخذ 100 بعير وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها. ومن الحوادث التي يجهدها كثير من الناس
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه هاجر نحو الحبشة لما اشتد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا نحو الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. شوفوا سبحان الله تقديس الإسلام لمسألة العدل، رغم أن هذا الملك ظالم لكنه عادل. وسبحان الله قال العلماء قولة عجيبة في هذا الأمر، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الكافر مع العدل ويخزي المؤمن مع الظلم. حتى لو مؤمن الإنسان لكن ظالم الله سبحانه وتعالى ما يؤيده ما ينصره، لكن كافر منصف عادل الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره. وهذا نراه اليوم سبحان الله في بعض الدول التي ليست مسلمة لكنها فيها حرية وفيها عدل، ونجدها تنتصر ونجدها تبرز وتظهر. ونجد بعض الدول الإسلامية التي امتلأت يعني دكتاتورية وطغيان الله سبحانه وتعالى يخفيها. فهذا النجاشي عادل رغم أنه حبشي ليس من العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يذهبوا إليه ويتركوا قومهم الذين من جلدتهم ومن لغتهم أهلهم، يتركونهم لأنهم كانوا ظلمة ويذهبوا إلى إنسان غريب لأنه عادل. وفعلا بدأت الهجرة نحو الحبشة، وعزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الهجرة وفعلا هاجر. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني إلا وهما مسلمين. تقول: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يأتينا في الصبح ويأتينا بالليل. وطبعا عائشة رضي الله عنها نشأت في بيت مسلم ولم تعرف الكفر أبدا. تقول: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، وقطع مسيرة 5 ليالي في اتجاه الحبشة حتى وصل في الجزيرة، ما زال ما عبر البحر، وصل إلى منطقة تسمى برك الغماد. هذه برك الغماد فيها قبيلة تسمى القارة، ويرأسها شيخ القبيلة اسمه ابن الدغنة ربيعة ابن بهيل، والدغنة أمه وهم قبيلة عربية من بني الهون. فتحجب هذا ابن الدغنة شيخ القبيلة، مر عليه أبو بكر، كانوا يعرفون أبو بكر مشهور في الجزيرة، تاجر من تجار قريش وسيد من ساداتهم، ولا ماشي وحده مسافر وحده. فسأله ابن الدغنة قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. يعني قومي ما صبروا علينا، ما يتركون نعبد ربنا على كيفنا، فاضطررت أن أترك قومي وأترك أرضي حتى أمارس حريتي الدينية وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة، شوفوا كلمة جميلة يقولها ابن الدغنة فيها صفات عجيبة ولطيفة تدلنا على أخلاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الإسلام. شوفوا الخلق العظيم اللي كان يتصف به قبل الإسلام. قال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. يعني تأتي للإنسان اللي ما عنده شيء وتعطيه فلوس لما يصير غير محتاج، وتصل الرحم وتحمل الكل، يعني الإنسان الضعيف تعينه، وتقري الضيف يعني تكرم الضيوف، وتعين على نوائب الحق، يعني مصائب الأرض مصائب الدنيا اللي تصيب الناس، إذا سمعت إنسان عنده مصيبة رح ساعدته. أخلاق كلها تدل على معنى رئيسي واحد وهو معنى الكرم. كان كريم، وظهر هذا الأمر قبل الإسلام وزاد بعد الإسلام. فمن كرمه أنه كان يفعل هذه الأمور، وكان هذه الصفات أيضا تدل على الرحمة، ما يسمع بإنسان ضعيف إنسان معدوم أهل رحم كذا إلا ويفعل ذلك له. فقال ابن الدغنة قولة جميلة، قال: أنا لك جار. الجوار نظام معروف كان في العرب، لما واحد من السادة يقول أنا جار لفلان، أنا أجير فلان، معناها أنا أحميه، اللي يمسك كأنه مسني، فتحميه كل القبيلة. فقال: أنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك وأنا آتي معك. وخرج ابن الدغنة مع أبي بكر الصديق ورجع بعد ما كان ناوي الهجرة، كان مهاجر من أجل أن يعبد ربه على راحته.
الآن جاءت له الحماية من هذا السيد، فرجع نحو مكة. وصل إلى مكة، جاء ابن الدغنة إلى أشراف قريش وهم عند الكعبة، فخطب فيه قال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فوافق. لكنهم قالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلم به، يعني لا يأتينا عند الكعبة يصلي وعند الكعبة يقرأ القرآن بصوت عالي، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فطلب ابن الدغنة من أبي بكر ذلك. وظل أبو بكر فترة يتعبد، يصلي في البيت، يقرأ في البيت، لا يعلن صلاته ولا يقرأ في غير ذلك. ثم بدأت فكرة لأبي بكر الصديق، عنده بيت والبيت فيه حوش، والحوش له سور صغير ما هو سور كبير، ففي صحن البيت في حوش البيت بنى مصلى، يعني مثل علامات، وضع علامات، جعل هذا مكان للصلاة، وظل يصلي هناك في مصلى الحوش اللي في بيته ويقرأ فيه القرآن. وكان قريش النساء الأطفال الرجال يمرون عنده يشوفونه وهو قاعد يصلي في بيته. فكان من صفاته أنه كان رقيق القلب جدا، ما يقرأ القرآن إلا يبكي، صوته جدا رقيق وجميل بالقرآن. فكان إذا صلى بهذا الصوت الرقيق الخاشع الطاهر اللين يتعجب الناس، رجل يبكي، فيستمعون ينظرون إليه، وهم ينظرون إليه يسمعون القرآن الذي يبكيه فيتأثرون. وبدأ تجمع يزيد عند بيت أبو بكر الصديق، كل ما صار وقت الصلاة يتجمع الأطفال النساء بعض الشباب يتجمعون، خلينا نشوف أبو بكر، فيجلسون ينظرون إلى أبو بكر. بدأ الأمر ينتشر حتى خافت قريش على أهلها من تأثرهم بهذا الموقف، فأرسلوا يستدعون ابن الدغنة مرة ثانية، فجاء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجواره، تركناه عشانه بشرط أن يعبد ربه في داره، وقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن الصلاة وأعلن القراءة، وقد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فانهاه اللي ينتهي يعبد ربه في داخل الدار، وإلا إذا مصر يرجع لك هذه الحماية التي لك، هذا الجوار الذي لك، لأن احنا ما نريد أن نكسر جوارك، لكن لا نرضى أن يعلن أبو بكر دينه. ابن الدغنة ذهب إلى أبي بكر الصديق قال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، اتفاقي بيني وبينك، فإما أن تكتفي بالصلاة داخل دارك، وإما أن ترجع إلي حمايتي ذمتي جواري، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني ما أحب أن العرب تقول أنا اللي رجعت الجوار، يعني أنت رجعت. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وارتفعت الحماية التي كانت عليها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع عليه الأذى من جيش. وتوالت الأحداث قبل الهجرة، والأذى اشتد، وازداد الأذى على المسلمين في آخر 3 سنوات قبل الهجرة، عندما مات أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من البعثة. اشتد الأذى اشتداد شديد، ووصل إلى مرحلة لا تحتمل، وما نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت إلى أن مات أبو طالب. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، لما بدأ الإسلام ينتشر في يثرب، فأمرهم بالخروج إلى المدينة، فبدأوا يخرجون جماعات وأفرادا، وظل هذا التتابع من الهجرة إلى أن هاجر معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا من هو ممنوع من الهجرة بالحبس من قبل قريش، أو ضعيف لا يستطيع على الهجرة.
وبقي 3 من الرجال الذين لديهم القدرة على الهجرة. أولهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يهاجر حتى يتولى أمر الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عجيب، لعلنا نقف وقفة هنا. كل هذا العداء وهذا الصراع وهذا النزاع الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وصل إلى حد الضرب والتشاتم، ومع ذلك قريش لا تأتمن على أموالها. لما واحد يريد يسافر يخرج ما يأتمن، وين يضع فلوسه خلال سفره؟ ما يأتمن حتى أهله، يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم بأمانة وصلت إلى هذا المستوى؟ إنسان عدو لك وتقول من بين كل الموجودين أنا لا أطمئن إلى أحد في أمانته مثل هذا العدو. شيء عجيب، لو فكروا فيه لعرفوا أنه على الحق. ولذلك كانوا يسمونه الصادق الأمين. الصادق لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، الأمين لأنهم كانوا وهم أعداء له يأتمنونه على أموالهم. أي خلق، أي أدب نبوي هو قدوة لنا نراه في هذا الأمر. وبقي كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا ما كان أحد من الصحابة يخرج إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الانضباط لهذه الجماعة المسلمة. فكلما جاء يستأذن يريد الخروج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. ما قال لمن. فظل أبو بكر الصديق متأمل، وظل متأمل أن يكون هذا الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استعد استعدادات كاملة. جاء في البخاري أن أبا بكر الصديق كانت له ناقتان راحلتان معدتان للسفر، ربطهم ما أتعبهم أبدا، ما شغلهم حتى يكونوا مؤهلين للسفر الطويل، وأطعمهم ورق السمر، يعني أفضل طعام الإبل. جاء في البخاري 4 أشهر وهو حابسهم لأجل أمر الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤجله كل يوم يؤجله، وما يخبر من الذي سيهاجر معه، ومجهز الأغراض ومجهز المتاع، مجهز كل عدة السفر جاهزة للانطلاق. ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. جاء جبريل